السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. يا سلام على المغرب وعلى وصفات وأكلات المغرب. بصراحة المطبخ المغربي مطبخ عالمي، وصفاته مميزة جدا. عملت منه كذا وصفة إن كان مالح أو حلو، وكل وصفة بتدهشني بزكوتها. اليوم بدي أعمل معاكم غريبة اللوز أو المعلكة. طريقتها كتير سهلة، بدون طحين بدون زيوت. حنشوف كيف طريقتها مع بعض ونبدأ بسم الله. بداية عندي 250 جرام من اللوز و250 جرام من العين جمل. ممكن الوصفة هذه تعملوها باللوز لحال أو بالعين جمل لحال، أو تخلطوا زي ما أنا بدي أعمل. ممكن تعملوها بالفول السوداني حسب ما أنتوا حابين. وعندي هنا كوب ربع سكر. الآن بالمطحنة بدي أضيف اللوز وأطحنه، وبدي أضيف عليه من السكر. بدي أضيف عليهم 2 بيض، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من مربى المشمش. ممكن تضيفوا معلقة عسل أو معلقة جلوكوز، أو ممكن كمان تضيفوا بشر برتقانة. الآن بدي أخلطهم مع بعض. بسم الله. بس قبل ما أكمل الخلط نسيت أضيف معلقة من ماء الزهر. بسم الله. وبرجع بخلط. شايفين بعد ما عجنتها مع بعض عجينة طرية بالشكل هذا. الآن حاطة النلم، بدي أغطيها وأدخلها الثلاجة نص ساعة عشان أسهل على حالي عملية تشكيلها. هيك تمام. بعد ما طلعتها من الثلاجة بعد نص ساعة بدي أغلفها، أعملها كرات وأغلفها ببيض ولوز مشرح بالشكل هذا، وجزء تاني حغلفه بالسكر البودرة. واللي غلفتها بسكر بس بدي أحط عليها، أضغط هيك شوية وأحط عليها حبة عين جمل. وهيك بعد ما رتبتهم بالصينية حدخلهم الفرن على درجة حرارة من 170 ل 180. ما بياخدوش وقت كبير، يعني تقريبا من 12 دقيقة ل 15 دقيقة ماكسيمم. شوفوا طلعتها من الفرن، شكلها تحفة. الآن الحبات اللي عليها اللوز بدي أدهنها بقطر. هذه بس إضافة عشان تعطيها لمعة مش أكتر. بس بدي أورجيكم كيف الحبة بتكون. تفرجوا، شوفوا هالجمال. بتركها بالصينية لحد ما تبرد تماما، وهيك بنكون عملنا مع بعض غريبة اللوز أو المعلكة بطريقة كتير طيبة. بشكركم كتير على متابعتكم، حياكم الله.